حراق. شايفين بقى البصل جميل ازاي؟ لونه جميل ومقرمش، لا حطيت دقيق ولا حطيت ملح عليه ولا اي حاجه. هو بس انت تحطيه شوفوا، كنت فرداه في الطبق المسطح ده، ما تكبسيهوش فوق بعضه، لازم تفرديه كده كنت ماسكه شوكتين وبفرد كده البصل عن بعضه علشان كله يبقى ناشف ناشف ومقرمش وجميل جدا. ابتدي بقى احطه في الفراغات اللي بين خطوط الصلصه. والله يا بنات اعملوا بالطريقه دي وشوفي الكشري هيبقى شكله جميل ازاي. اهم حاجه ان احنا تكون السكينه حاميه، وتقطعي بقى البصل على البورد على ايدك زي ما الحاجه اللي انت بتريحك. اهم حاجه تكون الترنشات رقيقه جدا على قد ما نقدر. وهعمل بقى هنا دي تكتي انا بقى، ان انا بجيب فصوص توم كبيره وبقطعها برضو ترنشات صغيره رقيقه جدا، وهحمرها بس مش مع البصل، هحمرها لوحدها. المهم برضو انك انت تقطعيها رقيق. قد ايه طعم الثوم كمان لما بيتحمر بس يكون لونه ذهبي كده خفيف، قد ايه طعمه بيبقى في منتهى الجمال. هنحط بقى هنا شوية زيت، طبعا انا عاملة كمية كشري كبيرة، فالزيت ده ولا يذكر في تحضير الكشري. المهم ان انا مش هغمر البصل بالزيت ولا حاجة، انا حطيت بس يعني وهنا بكون موطية النار وبقلب باستمرار، ما سيبش ابدا التقليب وانا بقلب. شايفين هنا تحس ان الزيت قليل، لا هو مش قليل. شوف كل ما البصلة تدبل او كل ما كمية البصل اللي عندي تدبل، كل ما احس ان الزيت كتير. اهو شايفين دبل البصل هنا، بديت اعلي بقى النار حاجة بسيطة، يعني وسط، لا هو عالي ولا هو واطي، علشان لما بيكون واطي قوي بيشرب الزيت. هنا الوسط، وبستمر برضو في التقليب على طول، ما بسيبش البصل ابدا، لا حطيت ملح عليه ولا حطيت دقيق ولا حطيت نشا، كده هو بصل بس اتبعي امشي على الخطوات بقولك عليها وشوفي جمال البصل. اهم حاجة لما تنشليه بننشله نحطه في مصفى، مش على ورق مطبخ، ورق المطبخ هيطريه. انا بنشله هو في المصفى وبسيبه يصفي كل الزيت اللي فيه، بعد كده بفرده في طبق مسطح كبير وببعده عن بعضه، ما خلوهوش فوق بعضه، بحاول بمسك كده شوكتين وبحاول ابعده عن بعضه واسيبه على جنب لغاية ما اخلص الكشري، هيبقى مقربش ومنتهى الجمال. خدت شوية زيت من اللي حمرت فيهم البصل وهحمر فيهم التوم. هشيل التوم اهوت، شايفين لونه؟ هشيله دلوقتي، لونه ذهبي فعلا. جربوا بطريقتي دي وشوفوا التوم هيدي طعم جميل مع البصل ازاي في الكشري، وان شاء الله تعجبكم.